السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا رب اللي تدوس لايك للفيديو ده وتشترك في القناة تكون في الكعبة الشريفة في شهر رمضان المبارك اللي جاي ده بإذن الله، أنا وانتوا بإذن الله. عايزة أقول لكم النهاردة بقى نعمل شوية سردين يستاهلوا بقكم، تحفة زبدة زي ما انتم ما شايفين ما شاء الله. حابة بس منكم طلب صغير وبسيط، بالله عليكم اللي يشوف الفيديو ده ومش مشترك في القناة يشترك في القناة. نفسنا نكمل 1000 مشترك ولسه ما وصلناش لل1000 مشترك. تمام، زي ما انتم ما شايفين كده هقول لكم على طريقة سردين سهلة وبسيطة. زبدة بسم الله ما شاء الله زي ما انتم ما شايفين كده. طبعا جبنا السردينة اللي هي بتلمع الحلوة المبطرخة دي زي ما انتم ما شايفين، غسلناها غسلة بسيطة خالص تحت الحنفية ونسيبها في المصفى لمدة ساعة. ومعانا هنا كيس من الملح ومعلقة شطة ومعلقة كركم وورق لورا، ورق لورا. تمام، معانا هنا برطمان وحاطين في كيس هنرص السردين كده تحت. وبعد كده حطينا الاول قبل ما نحط اي سردين شويه ملح، وبعد كده السردين، وبعد كده شويه ملح ما بين كل سردينتين، شويه من الملح. تمام، زي ما انتم ما شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، حاجه تحفه، حاجه سهله ونظيفه وانت عاملاها بايدك في البيت بدل ما تشتريها من بره، ما تضمنش هي بتبقى معموله ازاي او بيبقى عليها ايه. تمام، زي ما انتم ما شايفين ما شاء الله، ما بين كل طبقة وطبقة شوية من الملح وورق لورا عشان الزفارة. تحفة، بيخلي السردين تحفة لمدة أسبوع، وهتاكلوا شوية أحلى وأجمل شوية سردين. تمام، هنا على الوش كده حطينا شوية من الزيت زي ما انتم ما شايفين. وهنا بعد أسبوع بسم الله ما شاء الله، مش عايزة أقول لكم ريحته تحفة وطعمه، بصوا حاجة كده بجد ما شاء الله. طريقة سهلة وبسيطة ويا ريت تجربوها لو عجبكم الفيديو. تمام، بسم الله ما شاء الله. طبعا هنمسكه بقى ننضفه ونحط عليه ليمون وخل وشوية من الزيت. تمام، بسم الله ما شاء الله زي ما انتم ما شايفين اللحم شكله حلو ازاي. بسم الله ما شاء الله، ما تنسوش تحطوا لي اللايكات وتصلوا على سيدنا محمد.